ولكن كما قلت فمنتخب قبل 17 سنة، منتخب في طور التكوين وكيحاول انه يقدم كل ما عنده. هذه فرصة في الخط الأمامي، البحث عن تمرير، تسديدة كترتطم أحد اللاعبين كتمشي مباشرة عند الحارس. بداو كينهجوا المرتد السريع، بداو كينهجوا الكرات السريعة بإخصاء خط الوسط والبحث عن الكرات في الخط الأمامي مباشرة. كرة منصف زكري، منصف في الوقت اللي منصف زكري والبقيه خصهم يزيدوا للامام. كنشوف بان هناك انتشار ديال لاعبي منتخب البرتغال. تدخل الحكم كيشوف بانه مخالفه، وهو بيحاول انه يوقف امام هذه العمليه الهجوميه، امام هذه الانطلاقه. احمد ما ننساوش ان عنده بطاقه صفراء في المقابله الماضيه، والان يحاول يوقف هذه العمليه الهجوميه قبل الانطلاقه ديالها. يوان بيريرا، وكانت كيف التدخل ديالو احمد موهوب، تدخل كنقصد به الحوار ديالو مع الحكم باش ما يشارش بطاقه صفراء ثانيه. كره في الجهه اليمنى، رجعت مره ثانيه بهذه الكيفيه مغربيه، الانطلاقه، الانسدال، البحث عن امكانيه ديال الكرات في الخط الامامي. موب كيراوغ اللاعب الاول كيبحث عن التمرير الجهه اليمنى. بالفعل هذه عمليه هجوميه، تمرير عرضيه داخل منطقه الجزاء والى خارج رقعه الملعب. يا نبيل يا نبيل يا با، اليوم كل شيء لم يكن كما كان متوقعا. يا با اليوم لم تكن الأمور نعم في الطريق الصحيح، لأنه اليوم كنا نشوفوا على أن المقابلة الأولى أمام منتخب اليابان كبوة، وهذه مباراة الانطلاق والاستيقاظ في هذه الكأس العالمية، ولكن حدث ما حدث. 6 أهداف في شباك المنتخب الوطني في انتظار مقابلة مقبلة أمام منتخب كاليدونيا. هذه الغلة التهديفية نتمنى أنها ما تأثرش بشكل كبير على مسألة التأهل، لأنه لحد الساعة 8 أهداف كاملة في شباك المنتخب الوطني المغربي دون أن يسجل ولا هدف. كنلاحظوا محاولات من الجهة اليمنى، كرة لصالح المنتخب البرتغالي. تسديدة أمامية، 13 تسديدة للبرتغال تقابل 3 تسديدات فقط للمنتخب الوطني المغربي. كرة في خط الوسط، عملية هجومية من جانب المنتخب الوطني المغربي. كانت تبرية ديال الشيخ، تدخل والسقوط ديال وسيم. الحكم كيقول موصلة اللعب، ما كاينش هناك أي شيء. رجعت مرة أخرى المنتخب البرتغالي. 90 دقيقة انتهت، كم صيغي في حكم كوقت بدل ضائع. ذاك ما سنتعرف عليه بعد لحظات. أعلن الحكم عن احتساب 4 دقائق. 4 دقائق اللي كيدا في الحكم كوقت بدل ضائع. المنتخب البرتغالي يرجع للخلف، وخلال العناصر الوطنية أنها تبحث على حلول، تبحث على طريقة باش أنها تفتك الدفاع.
كرة المنتخب البرتغال في الأنفاس الأخيرة من هذه المقابلة. الحكم أضاف 4 دقائق لمحاولة المرور لكن بدون نتيجة. إدريس الشيخ حاول وصل الكرة، موهوب لمس الكرة كذا أن يستلمها ولكن ضاعت له. قابل للنسيان بين المنتخبين، قابل النسيان تماما، ولكن من الأشياء التي تقع في عالم كرة القدم لذلك الاستفادة. لاحظوا كيفاش انه لاعبين المنتخب البرتغال بداو كيناجوا التمريرات القصيره ومع بعضهم البعض ومحاوله ديالهم للحفاظ على الكره اكثر مده ممكنه. لان هذه هي امور تكتيكيه محضه هي من تحكمت نتيجة هذا اللقاء. أم أن المنتخب البرتغالي له من القوة وله من الشراسة وله من الخبرة بأن يزور شباك خصومه في 6 مناسبات كما فعل مع كاليدونيا الجديدة ويفعل الآن مع المنتخب الوطني المغربي. هل يقدم المنتخب البرتغالي أوراق اعتماده بشكل كبير على أنه سيكون أحد المنتخبات الباحثة عن لقب هذه الكأس العالمية؟ هذه عملية هجومية الجهة اليمنى المنتخب البرتغالي. إدريس الشيخ خرج الكرة، مطلوب تجنب خطأ في هذه المنطقة، مطلوب. عدنا من جديد مشاهدينا للمحاولات التي تأتي من جانب المنتخب البرتغالي على معترك المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كان كمش دفاعيا. أحمد موهوب ينطلق الآن في الثواني الأخيرة المتبقية على نهاية هذه المقابلة. ينطلق وسيم من الجهة اليسرى الآن، دراكي وسيم عنده الكرة، وسيم ماذا يفعل؟ يمرر تمريرة لمن الأقرب منها هو الدفاع والحارس تحديدا. ذكرنا على أنه المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة سيخوض المقابلة عن الجولة الأخيرة أمام منتخب كاليدونيا الجديدة، المقابلة التي ستكون يوم الأحد على الساعة 2:30 سوالا. نعم، هذا هو حال هذه المقابلة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. هذه الصور أودعكم، ألقاكم في قادم المواعيد بحول الله، إلى اللقاء.